سبب، مش سبب، جاي اوضح لك نقطة الطلاق اللي صارت. نقطة الطلاق اللي صارت انه احنا من لما تجوزنا لليوم، تمام، كانت حياتنا على السوشيال ميديا انه نفرجي المتابعين الطاقة الايجابية والضحك والبثوث والتصوير والستوريات والوناسة. ما كنتوا تعرفوا شو كان يصير تحت البث، بس اللي كان يعرف أني ضحى رب العالمين واللي كان يشتغل معنا. هذول هم الأربعة، اللي احنا الأربعة اللي كنا نعرف حياتنا تحت السوشيال ميديا. طيب، موضوع الطلاق، أول شيء جماعة انتم بتعرفوا انه من لما صارت المشكلة ما كان علي غلط 1%، وأنا بعدني بقول لكم إنه أنا ما علي غلط 1%. لما صارت المشكلة ما كان علي غلط 1%، وأنا بعدني بقول لكم إنه أنا ما علي غلط 1%. أنتوا بتعرفوا إنه صار في غلط، إنه نزل ستوري على سناب بدي أطلع وأحكي كل شيء، خلص أنا أبصر يعني بدي أطلع وأحكي كل شيء، مش هضل ساكت. هذا أول غلط، كان إنه حياتنا الخصوصية تنزل على سناب. مشاكلنا اللي بالبيت، مشاكلنا البيتية عيب انها تنزل على سناب. هاي واحدة. شغلة ثانية، مش انا اللي اخترت انه ضحى تروح لتونس، هي اللي اختارت وهي اللي حجزت، ومش انا اللي حجزت لها. هي اللي كلمت حنيطي يحجز لها تروح لتونس، تمام. هذا قبل ما تحجز لتونس، طبعا بعد ما نزلت ستوريات. انا ما كنت بعرف عن الستوريات، انا دريت وقتها اللي كانوا موجودين بالبث. كنت انا يومها فاتح بث بالليل، تمام، وما عندي علم انها فاتحه، انها منزل الستوري. صار يرنوا علي، صار حتى بث يومها يعلق، يرنوا علي افصل، يرنوا علي افصل، يرنوا علي افصل. رديت وانهم بيقولوا لي شوف ضحى شو منزل بالسناب. انا انصدمت. شايفينه هذا كتاب الله؟ هيو شفتوه؟ هاي ايد على كتاب الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الطلاق كان بيني وبينها اتفاقية وبحب ورضا. ما كان مني زعل بالمرة، اقسم بالله ما بدر مني الزعل. هاي اقسم بالله. بعد القرآن ضل اشي؟ ما ضل اشي انك تحلف عليه. هاي القرآن قدامك صديقي. المحامي تبعها بعث لي اخر مسج، المحامي تبعها بعث لي اخر مسج، بعث لي اياه بوقت متاخر، قال لي انا رتبت على الطلاق بالحرف الواحد، قال لي انا رتبت على الطلاق وانا اسف على اني بعثت لك المسج متاخر. دقيقه يا عطله، دقيقه يا اخوان، دقيقه بالله، ثواني يا اخوان، ثواني عشان صوتي ما يقطعش مع الاسد. قال لي انا رتبت على الطلاق وانا بعتذر على المسج المتاخر، تمام؟ تمام. انا طلقت ب 14 شهر، انا طلقت ب 14 شهر، طلقت وما بينت اني طلقت، طلقت وما بينت اني طلقت، طلقت وما بينت اني انا طلقت، تمام. كنت انا منبهها قبل بيوم انه الزعل هذا اللي بيني وبينك يضل بيني وبينك، لا تنزلي ستوريات دراما واغاني الناس تيجي تقلب علي، لانه انا في بيني وبينك اتفاقيه. هاي برجع بقول لك، انا حلفت لك على كتاب الله، قلت لها لا تنزلي ستوريات دراما واغاني وقصص، لانه في ناس بتفكر الغلط مني والغلط مش مني. بالحرف الواحد راحت نزلت الفيديو هذا. انا فرجيك اياه. هاي كنت انا بعدني مش قايل عن الطلاق. جبل اني وعلي دوم كلك انت حجاره مني. حلو بدك عليه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله الطلاق ما طلع مني، والله ما طلع مني. شو بدك اكثر من اقسم بالله؟ انا حلفك على القرآن.
ضل فيها ما ضل فيها. طلقت. لما طلقت ايه الحمل كله رمى علي. طب ما كان في اتفاقيه بيني وبينك بحب ورضا، كان في اتفاقيه بحب ورضا، ما كان في مشاكل بيني وبينك. بعدين ضحوا يا اخوان، والله قسما بالله انا مش شماتة فيها، وانا بطلب منكم طلب، لا تروحوا تشتموها ولا تروحوا تغلطوا عليها. انا في لي جمهور بيستنى مني اني ابرر زي ما هي بررت، انا من حقي اني ابرر، من حقي، صح ولا لا؟ اكيد مليون بالمية. تروحوا تغلطوا عليها، انا في لي جمهور بيستنى مني اني ابرر زي ما هي بررت، انا من حقي اني ابرر، من حقي، صح ولا لا؟ اكيد مليون بالمية. لا تستنى مني اني اقول لك شو سبب المشكلة، لانه انا مستحي اقعد اسرسرك بالمشكلة، لانه مش هذيك المشكلة الكبيرة اللي صارت يا الله، مش المشكلة الكبيرة اللي صارت. انا حافظت على ورقة الطلاق من 14 شهر لما بعثت لها اياها، ضليت داير بالي على ورقة الطلاق وداير بالي على حالي، بس في ستوريات على السناب بتنزل دراما، في على التيك توك بتنزل دراما، في اشي بخص كرامتي ما ضل لي مجال، خلص بعثت لها اياها. انا لا اول واحد طلقت ولا اخر واحد طلقت يا اخوان. وبالنسبه للناس اللي بتيجي تقول لي انت استغلتها، انت هاي الناس، مش هي الناس اللي بيجوا بيقولوا لي انت استغليتها. مين قال لك ان انا استغليتها؟ انا كل العالم بتعرف انه انا كنت حاطها بعيوني، كل العالم. اعتبار من يوم الاربعاء انا راجع لحياتي، خلص كل واحد يرجع لحياته، الله ييسر امورها، الله ييسر لها ويرزقها. والله انا ماني كرهان قسما بالله، والله العظيم، والله يعني انت تكون متجوز فجأة يخرب بيتك، مستحيل تكون مبسوط داخليا، ومش شرط ابين لك انه انا زعلان ولا انا مكسور ولا انا، مش شرط. زعلي بضل بيني وبفرشتي بس. هاي انا اعتبر من يوم الاربعاء خلص نرجع لحياتنا طبيعيه ونصور. اللي حب يقتنع، اللي ما حب هاي القرآن انا حلفت لك عليه صاحبي. شكرا لكم، خلص هذول اللي حبيت اطلع اوضح لكم اياهن عشان انتم تكونوا عبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.